اهلا بيكم في حلقه جديده من شاشه وزرار، والنهارده معانا الام جي اتش اس الهايبرد، الشكل الجديد والجيل الجديد في مصر. هنشوف شاشه العدادات، الشاشه الرئيسيه، الكروز كنترول، وكل الاوبشنز الموجوده في العربيه. يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها هي الشاشه الرئيسيه، وعندنا فوق الفوج لايتس موجود ليها الامامي والخلفي، موجود ليها شورت كات على طول في الشاشه الرئيسيه تقدر ان انت تعملها من هنا. بعدين عندنا الويدجز الموجوده، النافيجيشن، الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو، والكلايمت كنترول او التكييف، وهنا الويزر، ومعانا هنا الاتصال برضو بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو. هنا الميوزك، وهنا الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. لو عملنا كده هنلاقي الاوبشنز المختلفه من الميوزك، سواء من فلاشه او من البلوتوث او الراديو. واعتقد ان احنا لو عملنا كده بالظبط نقدر ان احنا نقلب ما بينهم، فتقدر تقلب من السهم ده او ان انت تقلب انك تنزلها لتحت. ده كده اول شاشه عندنا. بعد كده لو جينا يمين هنلاقي عندنا الابلكيشنز الموجوده في العربيه كلها، الجي بي اس تاني، الكلايمت كنترول نفس حاجه موجوده بره، الموسيقى والراديو، الفيديو ممكن تشغل فيديو بس لازم تبقى العربيه واقفه، كمان 360. الاوبشنز بتاعت العربيه ندخل فيها دلوقتي كلها، الاوبشنز بتاعت الشاشه الرئيسيه والتوصيل مع التليفون، وهنا المانيوال بتاع العربيه. وده الام جي سمارت بتاع الابلكيشن، بس هو مش شغال في مصر، مش متفعل. ده لو انت هتتصل على طول بالسيرفيس، وده لو انت عايز تحط رقم انقاذ بقى بتاع النجده وكده. عندنا نرجع هنا الشاشه الرئيسيه تاني، عندنا هنا زرار الهوم، وعندنا زرار هوم تاني موجود، هوم بوتوم هنا، وده لو دوست عليه شويه بيعمل، يعني مسكت هولد عليه بيعمل ريستارت للشاشه لو الشاشه مهنجه او حاجه. ودي النافيجيشن، طبعا النافيجيشن في مصر مش شغاله، بس انت كده كده عندك اندرويد اوتو وابل كار بلاي وهتعتمد على الاثنين يعني. هنا الميوزك، وهنا التكييف، كلها شورت كاتس موجوده تاني للتسهيل عشان تبقى قريبه من ايدك. وهنا السيستمز بتاعه العربيه اللي احنا هندخل عليها دلوقتي. العربيه عندنا اول حاجه هنا القياده، وده محرك الاكروس، طبعا الترجمه غريبه، بس هنا دي درايف مودز الموجوده عندك، سواء عادي او كومفورت. اعتقد كومفورت ده اللي هو يبقى ايكو، والسبورت اللي هو الرياضي. بعد كده عندنا التجدد الكبح، ده الريجين بريكنج، عشان لو انت ماشي بس ترجع تشحن تاني للبطاريه الكهرباء بان انت تشيل رجلك. واعتقد ما فيهاش وان بادل درايف، هي ما بتوقفش وقوف تام. لا هي بتهدي، بس بتهدي جامد. بالظبط، بتهدي جامد بس ما بتوقفش وقوف حسب كام. بقى المستويات. بالظبط. بعد كده عندنا الكترونيك ستابيليتي كنترول، الحمد لله حطينا بالانجلش، مش حاطين مش حاطين لها ترجمه غريبه. واخر حاجه التحكم في عجله القياده، سواء مريحه او عاديه او تقيله من اللي هي السبورت. القائمه الثانيه عندنا بعد كده الراحه، دي الميموري بتاع كرسي السواق. عندنا 3 ميموريز، لو فضلت دايس عليها دوسه طويله بتعمل سيف للميموري. بعد كده ده اللي هو الايزي اكسس، ان هو يوسع لك الكرسي، ولما تقعد وتشغل العربيه يقرب لك الكرسي تاني. الفوج الامامي، الفوج الخلفي اللي هم برضو موجودين هنا، الشورت كات بتاعتهم. دي الويلكم لايتس لما تيجي تفتح العربيه. ده الفولو مي هوم، انك بعد ما بتقفل العربيه يفضل فاتح لك النور شويه، بس ده مش موجود هنا انك تختار مده. في عربيات تانية بيديك انك تختار مثلا 10 ثواني 30 ثانيه، هنا تقفله وتفتحه بس، واعتقد هيبقى 30 ثانيه. ده عشان لو انت عايز تدور على العربيه من الريموت، تعمل بس نور، ولا تقفلها خالص، ولا تعمل نور وزماره. اعتقد اكيد افضل طبعا ان هي تعمل نور وزماره. ده اللايت بيم الامامي او الهيد لايت الامامي العالي، الهاي بيم، ان هو يبقى اوتوماتيك لو حد جاي في وشك، او لو الطريق ضلمه تفتح اوتوماتيك النور التلقائي. ده بعد ما بتقفل الزرار بتاع تشغيل العربيه يفتح لك الابواب كلها. لو فتحت العربية من بره بالمفتاح أو بالبصمة يفتح لك كل الأبواب، ولا باب السائق بس، مش السائقين هو باب السائق بس. ده الشنطة تيل جيت، تقدر بقى تختار هنا الارتفاع بتاعها، عشان لو أنت بتركن في جراج ليه سقف فتختار إن هو متوسط أو منخفض، ما يفتحلهاش على الآخر. ده فتح الشنطة بالرجل بالكيك. واخر حاجه طبعا ده الطي المرايات كهربائيا، ودي عشان لما تيجي ترجع ريفرس ينزل لك المرايات لتحت، بحيث ان انت تشوف الرصيف ما تخبطش فيه. هو هنا عامل حاجه جميله جدا، انه فاصل لك المرايتين، يعني مش حاطط المرايتين مع بعض كاوبشن واحد، لا انت ممكن تخلي مرايه واحده بس اللي تنزل وتخلي الثانيه ما تنزلش، فده اوبشن برضو لطيف جدا. عندنا هنا الزراير بتاعه النجمه، عندنا نجمتين، نجمه على الشمال، نجمه فيلد يعني لونها ابيض، ونجمه فاضيه هنا. فانت هنا تقدر تخصص الزرارين دول. الزرار مثلا اللي هو على الشمال تقدر ان انت تفتح الاوبشنز بتاعت العربيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، تفتح كاميرات 360، تغير وضعيه القياده، او ان انت تعلي وتقلل الريجن، او تتحكم في التكييف. SRC ده اختصار هنعرفه اكيد كمان شويه. الزرار الثاني
في انك برضو تتحكم، هي نفس الاوبشنز بالظبط، فانت كده تقدر يبقى عندك زرارين تخصيص في العربيه، فدي حاجه لطيفه جدا. بايلوت ام جي ده بتاع انظمه مساعده القياده، هم مسمينها هنا بايلوت ام جي. ممكن انك تقفلها خالص. اول حاجه ليميتيشن ده وضع تحديد السرعه، انك بس تحط سرعه مهما انت دوست بنزين، انت اللي متحكم في البنزين وانت اللي متحكم في الفرامل، بس في سرعه انت محددها للعربيه. لو خليتها ذكيه فهي المفروض ان العربيه عن طريق الكاميرا اللي موجوده هنا بتقرا السرعه اللي موجوده في الشارع او التعرف على حدود السرعه وبتحد السرعه عليها. فانت لو ماشي على شارع مثلا سرعته القصوى 60، العربيه مش هتتخطى ال 60 مهما انت دوست بنزين. ده يدوي، انت ساعتها اللي بتختار السرعه. طيب بتحدها ازاي؟ انت وصلت لسرعه معينه بتدوس على الزرار بتاع الكروز كنترول اللي هو علامه السواق اللي موجوده هنا، تقوم هو هنا حاطط لك اهو الليميتيشن في الشاشه، يقوم عامله الشاشه اخضر او ازرق سوري على السرعه اللي انت دوست عليها. كده انت دي حطيت ده الليميت بتاع السرعه بتاعتك. العربيه مهما انت دوست بنزين مش هتعدي الليميت ده. طيب عندنا بعد كده هنا ده التعرف على السرعه اللي احنا لسه بنتكلم عليه، ده التحذير لو انت زودت السرعه، ده مساعده الاصطدام الامامي موجود برده، حتى لو انت في وضع اللي هو الليميتيشن تقدر تشغل الاصطدام الامامي سواء ان هو تنبيه او دي مش ركن، دي فرمله اوتوماتيك، يعني اوتوماتيك بريكنج. وتقدر بقى تختار الحساسيه بتاعته منخفضه ولا متوسطه ولا مرتفعه، فانت هنا تقدر تخليه تحذير بس او تخليه يفرمل وتختار الحساسيه بتاعته. وفي برده هنا وانت لسه في الليميتيشن النظام بتاع الحارات. فالنظام الحارات عندك ثلاثه اوبشنز او ثلاثه وضعيات، ان هو يبقى تحذير بس بالصوت، او ان هو الامامي ده الترجمه شويه غريبه بس ده اللي هو مساعده على خروج من حاره من غير ما هو يلزمك بيها. الاي ال كي ده خلاص انت دخلت في حاره مش هتنقل من الحاره الا لو نقلت اشاره، فده شويه بتاع الطوارئ، وده صعب قوي في مصر مع الحارات اللي عندنا مش مخططه. ممكن تقفلها عن طريق التحذير وتخلي تقفل التحذير الصوتي. نرجع تاني، دي بقى الرير كروس ترافيك. احنا خلاص خلصنا الفرونت كوليجن وورنينج وخلصنا الحارات اللي من الجنب، دي اللي من ورا مساعده القياده الخلفي. ده بتاع التحذير من الاصطدام الخلفي. كده فتحته يفتح لك الاوبشنز اللي معاك كلها. كشف النقط العاميه، النقط العاميه موجوده في المرايتين. مساعده تغيير المسار، ده عشان ده تبع النقط العاميه، لما تيجي تنقل تدي اشاره وفي حد عندك في النقط العاميه يعمل وميض فلاشر. والتقاطع الخلفي ده الريل كروس ترافيك، عشان لو انت حد راجع من وراك وانت راجع بظهرك يحذر ولا يفرمل. الركن ده اللي هو فرمله ولا يبقى مقفول خالص. تحذير فتح الباب برضو عن طريق النقط العاميه، يعمل وميض لما تيجي تفتح الباب لو في حد عندك في النقط العاميه. واخر حاجه التحذير بتاع التصادم الخلفي. كده احنا خلصنا الليميتيشن. ده الادابتيف كروز كنترول. الادابتيف كروز كنترول بيتحكم بس في البنزين والفرامل، فانت السرعه والمسافه بينك وبين العربيه قدامك بس، ما بيتحكمش خالص في عجله القياده. وتحتيه نفس الاوبشنز اللي احنا كنا موجودين فيها دلوقتي، فهي نفس الاوبشن ثابته. الفرق بس هنا هو في اختيار الكروز كنترول، ليميتيشن ولا ادابتيف كروز كنترول ولا انتليجنت كروز كنترول. انتليجنت كروز كنترول بيعمل ايه؟ بيحدد السرعه مع العربيه اللي قدامك، بيحافظ على المسار، بيلف مع الملفات بتاعه الطريق، بيهدي لو في ملف هو بيقراه، وبيسنتر نفسه في الحاره وما بيخرجش من الحاره الا لو انت عايز تخرج منها، سواء بقى باشاره او انت تخرج على طول حسب نظام الحارات اللي انت مختاره تحت. كده احنا خلصنا البايلوت بتاع ام جي او الانظمه المساعده بتاعت ام جي كلها. عندنا بعد كده المجموعه دي السيمز بتاعت الشاشه اللي قدام السواق اللي هي شاشه العدادات دي. السيمز بتاعتها عندك 3 سيمز، تقدر تختار السيم ده اللي هو فاضي خالص، او السيم ان هو يحط لك الخريطه تحت، بس اعتقد بيشتغل مع النافيجيشن بس، والنافيجيشن للاسف مش شغال في مصر فانت مش هتستفيد منه حاجه، او انه يحط لك السرعه في النص. دي سيمز عندي ده، وانا عايز اليمين والشمال الاوبشنز الموجوده يمين وشمال، بتحكم في الحاجات اللي موجوده على اليمين من الصفحه دي صفحه الاوبشنز اللي انا ممكن احطها على يمين الشاشه هنا. طيب بقلب ما بينهم من هنا ازاي؟ بقلب من الزرار ده، ولسه هنرجع على عجله القياده ونشرح اللي موجود فيها. طيب السيم الخمسه دي لو فتحتها بيقفل لي خالص اليمين والشمال اللي موجودين في الشاشه الرئيسيه، بيبقى بس الحاجه اللي في النص هي اللي موجوده. لو انا على السيم ده هيبقى بس هنا السرعه، لو انا على السيم ده هيبقى بس هنا الكروز كنترول او الرادارات اللي جايبه العربيه، ولو انا هنا هيبقى بس الخريطه اللي هي للاسف مش شغاله في مصر. ارجعها تاني، يبقى كده افتح الشاشه يمين وشمال
اللي موجوده على الكلاستر. اخر حاجه عندنا هي الحاله واللي هي السيستم بتاع العربيه، يعني ان مفيش فيه مشاكل او حاجه، يحط لك هنا الصيانه ويحط لك كمان جهد البطاريه. مفيش اي كنترول على البطاريه الهايبرد من الشاشه دي، كلها موجوده من الشاشه اللي قدام السواق، هنشوفها كمان شويه. كده احنا خلصنا خلاص السيستمز بتاعه العربيه. نبص بسرعه على سيستم التكييف. عندك زرار الاوتو، التحكم في المروحه، القفل وفتح الكمبريسور، التهويه تختارها اتجاهها منين، الهوايات، الترس ده بتاع الاوبشنز لو بصيت عليه فهتلاقي ان انت حجم الهواء عالي، ده اللي هو تشغله على اقصى حاجه ولا تشغله متوسط ولا تشغل التكييف هادي. ودي التدفئه التلقائيه طبعا في مناطق الساعه، مش عندنا في مصر بس، او مناطق الساعه في مصر يعني، لو انت اول ما تشغل العربيه يشغل على طول الدفايات عشان يشيلك اي صقيع موجود على الازاز. دي كل الاوبشنز بتاع التكييف. معاك دول زون، تقدر تتحكم في كل حراره من هنا، وفي اي وقت تقدر ان انت تشغل السينكرونايزيشن او ان انت تقفله. من هنا التسخين للمقاعد، مفيش تبريد، صح؟ مفيش تبريد مقاعد، بس تسخين مقاعد للسائق واللي قاعد جنب السائق، مفيش تبريد. عندنا بعد كده هنا الكاميرات ال 360، تقدر تقلب بين الزوايا المختلفة، الأربع زوايا، موتور البنزين يشتغل تقلب بين الاربع زوايا المختلفه، ومن هنا تجيب الاوبشنز بتاعتك في اي وقت. شفافيه العربيه، خلي العربيه شفافه ويبين لك اللي تحت العربيه ولا لا، وده يحط لك المسارات بتاعه الدريكسيون عشان تعرف لما تيجي تحود. ودي الخطوط بتاعه الرادار، عشان لما تقرب من حاجه يحط لك خطوط صفراء او تحمر عشان تقدر تشوفها. ده عشان تشتغل الاوتوماتيك الكاميرات 360 لما تيجي تلف الدريكسيون بتاع العربيه، او تشغل الفرامل، تقدر قصدي تشغل سوري الاشارات، تقدر تفعلها او تقفلها من هنا. اخر حاجه في الشاشه الرئيسيه انك تقدر تنزل من اي وقت من فوق الشورت كاتس، الاختصارات. تقدر من هنا ده البرايتنس بتاع الشاشتين بيشتغلوا مع بعض هما الاثنين. هنا ده الميوزك، الصوت بتاع، مش حجم بقى، هو صوت الميوزك، وده صوت الهاتف، وده صوت الفويس كماندز. من هنا تقدر تقفل الشاشه وتفتحها سواء بالتاتش او تفتحها من الهوم بوتن اللي موجود من هنا. هنا بلوتوث والواي فاي، ده الهوت سبوت. ومن هنا انك توصل تجيب انترنت من الموبايل على الشاشه بتاعه العربيه. من هنا تقدر تفتح التيل جيت او الشنطه، ستابيليتي كنترول، والحساسات بتاعه الركن. كده احنا خلصنا الشاشه الرئيسيه. ننقل دلوقتي على الشاشه اللي قدام السواق او شاشه العدادات. الشاشه الوسطيه او شاشه العدادات، احنا دلوقتي مختارين الثيم اللي بيبقى موجود فيه في النص هو الاداس او السيستمز بتاعه الرادارات. من على اليمين بتقدر تغير عن طريق الزرار ده زي ما احنا شفنا الشاشات اللي انت بتختارها من الشاشه الرئيسيه. وعلى الشمال هنا بس لو انت عندك نافيجيشن بيتحط المفروض هنا، وللاسف ده ما بيتغيرش، مالكش كنترول عليه. طيب ايه العلامات اللي موجوده هنا؟ بيبقى عندي دي العلامه بتاعه السرعه بتاعه الطريق، طبعا هنا علامه الحزام، ودول العلامات بتاعه الادابتيف كروز كنترول. حاليا احنا مشغلين انتليجنت كروز كنترول، فموجود ده التحديد بتاع السرعه، وده التحكم في الحاره. لو هو اريا حارات دي هتبقى لونها ازرق، وساعتها هيعمل الانتليجنت كروز كنترول. لو انت غيرت من هنا، لو انا جيت دلوقتي هنا بسرعه وغيرت وحطيت اهو مثلا من هنا، وجيت على بايلوت ام جي وحطيت من هنا الليميتيشن ورجعت على هنا تاني، هلاقي حط لي بس هنا الليميتيشن بتاع السرعه. طب لو حطيته ادابتيف كروز كنترول حط لي بس الادابتيف كروز كنترول. انتليجنت كروز كنترول حط لي كمان علامه الانتليجنت كروز كنترول. عندي تحت هنا المدى اللي ناقص لي مع تانك البنزين، طبعا هنا النقلات، وهنا ريدي ان العربيه اوريدي شغاله وخلاص تمشي، ودي حاله العربيه نورمال. تحت اي في لان العربيه حاليا شغاله على الكهرباء بس، لو بقت اتش اي في يبقى شغاله كهرباء وبنزين يعني هايبرد. هنا البرسنتج بتاعت الباور وانت ماشي هتلاقيها بتعمل اخضر او بترجع، اللي انت الريجن او ان انت بتسحب من البطاريه. وهنا طبعا الساعه. ومعايا هنا ده المكان الوحيد اللي اعرف منه حاله البطاريه، بيجي مع ضغط الاطارات. فانت معاك ضغط الاطارات بيبان هنا، وهنا بيبان لك حاله البطاريه، ما عندكش اي مكان تاني تعرف منه. وهنا طبعا فرامل. كده خلصنا الشاشه اللي قدام السواق او شاشه العدادات. نبص بسرعه على عجله القياده. عجله القياده بسرعه، عندي من اليمين هنا التحكم في الصوت، فلو حطيت فوق انا كده بعلي وتحت بوطي. من هنا التحكم في الصوت، عايز اتحكم فيه اغير في الشاشات اللي موجوده هنا، فانا بتحكم من الزرار ده، بدوس عليه يجيب لي الاستهلاك وحاله المركبه والتي بي ام اي واي حاجه تانية. الداتا كلها بتيجي من هنا، بغيرها من الزرار ده مش من هنا.
هنا بغير بين الميوزك، ببدل سواء ميوزك او قنوات راديو. المكالمات عندي كلها من زرار واحد، دي غريبه شويه تحتاج تعود، بس انك ترد على المكالمه دوسه واحده ودوسه تانية طويله عشان انك تقفل المكالمه، وده زرار التخصيص اللي احنا قلنا عليه. الناحيه التانية من عندي من هنا الفويس كماند، وعندي هنا التحكم في الكروز كنترول او تشغيل يعني الكروز كنترول، سواء بقى هو ادابتيف او انتليجنت او ليميتيشن، كله من هنا. وعندي الزرار التاني بتاع التخصيص التاني، من هنا بتحكم في اليمين، بتحكم في المسافه بيني وبين العربيه قدامي، بقللها وبزودها. من هنا تحت وفوق بتحكم في ماينس السرعه او ازود السرعه في الكروز كنترول. ولو دوست فوق حلو قوي ان هو حاطط لك هنا العلامه بتاعه الريستارت، ده ان هو ريستارت الكروز كنترول على اخر سرعه انت كنت مشغلها قبل كده. عندي من هنا دراع المساحات، بتحكم في المساحه الخلفيه من الزرار ده، وطبعا بزقها لقدام اهي دلوقتي كده المساحه الخلفيه ان هي اشتغلت، بتعملها 3 مرات وبتقف. وبعدين عندي الزرار ده بتحكم فيه بسرعه المساحات، معايا فيه 3 درجات. وعندي طبعا من هنا بتحكم في ان هو يبقى هاي او اوتو او اوف. طبعا افضل حاجه الناس كلها تخليها على اوتو، بتحكم فيها من الدراع انها تطلعه فوق او تحت. حاجه بس بسيطه، الزرار بتاع المساحه الخلفيه هنا لو انت فعلته بتشتغل 3 مرات وتقف بعدين ترجع تشتغل تاني، عشان توقفها خالص لازم انك ترجع تدوس عليه تاني. عندنا هنا الدراع بتاع النور، في ان انا الاشاره طبعا فوق وتحت بتشتغل عادي ميكانيكال. وعندي بقى اوبشن لطيف جدا ان انا لو طلعتها طلعه صغيره كده، ايوه لو طلعتها طلعه صغيره بس لفوق بتشتغل 3 مرات بس الاشاره وتقف، او نزلتها نزله خفيفه لتحت تشتغل 3 مرات بس وتقف، مش محتاج انك تفضل معلق عليها، فده اوبشن لطيف جدا. عندي طبعا النور العالي والواطي العالي ان انا اقدم الدراع لقدام. من هنا بقدر اتحكم في الانوار من فوق، على اول تكه خالص كده اوف، بعدين كده اوتو، كده انا فاتح الانوار، وكده على الهاي. اغلب الناس هتسيبها على اوتو، دي بتلخبط شويه لان هي يعني دي المفروض بتتحكم في الاوبشنز الموجوده هنا فوق وفيها الاربع تكات دول. معانا هيدن جيم بقى صغيره كده، لو انت جبت من هنا لوحه التكييف في اي وقت، احنا دلوقتي حاطينها الاختصار على الزرار النجمه ده التخصص، تقدر تتحكم من هنا زي ما انت شايف كده، تقدر تتحكم من هنا في السرعه المروحه او تتحكم في درجه الحراره، فدي حاجه لطيفه جدا. انك بتبقى فاتح هنا التكييف مش محتاج بقى انك تروح من الشاشه وتقعد تغير فيه، ممكن تلعب عليه من هنا على طول. التكييف ليه فتح وقفل بس من الزراير الموجوده هنا، مع طبعا زرار هازاردز وزراير التدفئه او السخانات يعني، وده زرار الهوم بوتن. بس حلو ان انت تقدر تحطه من التخصيص وتتحكم فيه من هنا على طول، دي اسهل واسرع واذكى بكتير. كده احنا خلصنا MG HS، خلصنا فيها كل حاجه، عجله القياده، الكروز كنترول وشرح الكروز كنترول، شاشه الاعدادات والشاشه الرئيسيه. ونشوفكم في حلقه جديده، سلام.